قضيه من فتره طويله انا اشوفها بس ما ارد عليها وما ما اخذ بيها، لكن خلينا نحكي عنها. تحيه طبعا الكابتن عماد هاشم، طلع بلقاء وتحدث عن الافضل والاسوء، وهذا حقه. طبعا ما تحدث عن الاسوء، تحدث عن الافضل وقارن يعني بين الحراس الاخر. وطبعا غيره من الضيوف الاعزاء في كل البرامج دائما لما يذكر حراسه المرمى يكون بها فصل. لما يوصل يم نور صبري هو لازم يعني الكل انبياء والكل منزلين، بس يوصل يم نور صبري يقول لك النتائج هي نتائج يعني شلون تجي مثلا شنو كنت مثلا نايم بالبيت بس محسوب على الفريق اللي يفوز. يعني مثلا ما صديت مثلا ركلات جزاء، يعني مثلا انا عندي 25 ركله جزاء للعراق مثلا، اقل بشويه يجوز صديت للعراق، منها ركلات ترجيحيه وفي المباريات. يعني مثلا ما تحسبوها مثلا زين، معقوله كل النتائج تحققت، الفريق كان احسن مني مثلا هو وانا سيء مثلا حتى تنحسب لي فقط النتائج؟ قضيه المستويات، كل واحد عنده مستوى، كل واحد في طرفه وفي عصره، وكلها حراس جيده، كلها كانت حراس جيده وامكانيات، ما حد يختلف على القضيه. وانا من الناس اللي احترم الجميع واحترم كل العصور اللي مر عليها حراس مرمى، وكلهم معززين مكرمين عندي ومحترمين، وكنا تعلمنا من الاجيال اللي قبلنا مساله جدا احتياطيه. ما اطلع اني افصل الاشياء، انا ما اقدر اطلع اقول مثلا هذا الحارس مثلا اقدامه مو زينه ما يعرف يلعب برجله، اكو حارس ما عنده قياده، الاخ مثلا يسجلون عليه هواي كرات من بعيد، الاخ خسر العراق باكثر من محفل. نقدر نطلع بهالطريقه نقول، لكن احنا احتراما للكل لما يذكر اسمي يجب انه يذكر بطريقه افضل من هذا، لا تفصل الاشياء وتقول المستوى والنتائج. النتائج ما تجي بدون المستوى، هذه مساله انا مقتنع بها واعرفها كل زين، ما حبيت اعرفها كل زين، ما حبيت انا كابتن عماد عزيز علينا وهذا، وقبلها قبل كثير من ايضا يطلع بها الجزئيه. اذا تحبون نقوم نطلع بالبرامج وانطيكم الارقام، اذا تحبون. انا بصراحه اكره هذه المساله، اكره انه اتحدث عن نفسي، لكن اذا تجبروني انه نطلع نحكي بهذا الاتجاه ونحكي بالارقام، اعطيكم ارقام للكل حتى كل واحد يقعد في مكانه ويحترم عصره وزمنه ويهدأ